باقي الفراش بيتكاثر بسرعه وبيبيض بكميات مهوله، وده اللي بيخلي من الصعب التخلص منه. في عوامل كتير جدا بتخلي من الصعب ان احنا نتخلص من حشره باقي الفراش. اهم العوامل دي ان الحشره بتتغذى مره واحده في كل مرحله، بالتالي مش بتخرج من المخبأ بتاعها علشان تتغذى كل يوم. يعني من كل 10 ل 15 يوم الحشره بتطلع تتغذى مره، بس انت بتتقرص كل يوم، وده علشان خاطر الحشرات بتتغذى بالتناوب. يعني ايه بالتناوب؟ يعني كل يوم حشرات بتطلع مختلف، وعلشان كده اغلب المبيدات اللي موجوده في السوق بتقتل الحشره بس، وبتقلل كثافات الاعداد، بس ما بتقضيش على الحشره بكل اطوارها. لان نجاح عمليه المكافحه بيعتمد بشكل اساسي على قد ايه المبيد ده فعال. لما الحشره تطلع تتغذى تلاقي المبيد فعال فتموت. يعني ببساطه انا رشيت المبيد س، المبيد ده بيتكسر بعد يومين، فاي حشره بكره وبعده هتطلع علشان خاطر تتغذى هتموت. لكن في اليوم الثالث والرابع والخامس اي حشره تطلع تتغذى مش هتموت، لان المبيد كان اتكسر وما بقاش ليه اي فعاليه. علشان كده لازم تعرف الماده اللي انت رشيتها دي مده تكسيرها قد ايه، لان مده التكسير بتختلف من ماده للتانيه. في مواد بتتكسر بعد يوم، في مواد بتتكسر بعد يومين، في 3، في 4، في 5، على حسب الماده الفعاله وعلى حسب المستحلب بتاع الماده. كمان لازم تعرف المبيد ده بيشتغل على انهي طور من اطوار الحشره، لان مثلا منظمات النمو بتشتغل على انسلاخ الحشره، بالتالي ما بتاثرش على الحشرات البالغه ولا البيض، لانها بتمنع انسلاخ الحشره في اطوار الانسلاخ بتاعتها. كمان اغلب مستحلبات الاي سي بتتكسر بسرعه، بالتالي فعاليتها تجاه حشر باقي الفراش بتبقى ضعيفه. ما تنساش تسال على عرض مكافحه حشر باقي الفراش من شركه هيرو لمكافحه الحشرات.